هو ليه الناس سمت الكلاود كلاود؟ ليه كلاود تكنولوجي؟ ترجمه كلاود طبعا بالعربي سحابه، تمام، وبالعربي اللي هي الكلاود كومبيوتنج اللي هي الايه، الحوسبه السحابيه. عايز اقول لك ان في كوميكس بتطلع وفي ناس لحد دلوقتي معتقده ان في كمبيوترات محطوطه في السحابه. يعني في ناس فاكره كده ان في كمبيوترات طايره هي دي اللي احنا بنرفع عليها الفايلز بتاعتنا او كده. اهلا بكم في اجارثا بودكاست. معكم عبد الله الدالي، والنهارده هنتكلم عن الكلاود بشكل عام، اذا كان اي دبليو اس. معانا باشمهندس مازن مجدي، خبره 6 سنين، اذا كان كلاود او شغال اي او اس انجينير. هو يعرفنا عن نفسنا اكتر، وهو ضيفنا في الحلقه دي النهارده هيكلمنا عن الكلاود بشكل عام. ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ الحمد لله يا عبد الله، ازيك انت؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. ممكن بقى تعرفنا على نفسك؟ والله الاول بس عايز ارحب بيك ومبسوط ان انا يعني طلعت بودكاست. دي اول تجربه ليا ان انا اعمل بودكاست. فكانت اول تجربه يعني من حظ ونصيب اجارثا اكاديمي. انا خبره فوق ال5 سنين يعني ما بين الاي او اس. بدات بروجرامينج اي او اس وانا في ثالثه كليه، وعملت مشروع التخرج بتاعي فيها اي او اس. بعد كده بقى اتعينت معيد واشتغلت تيتشنج شويه وبعدت عن الاي او اس خالص. لما رجعت تاني كنت بعمل ماستر في كمبيوتر ساينس حاسبات القاهره. قعدت فيها برضو شويه بصراحه، ويعني ما كملتش فيها. بعد كده بقى اتجهت لناحيه الكلاود بقى لي تقريبا سنتين اهو. شغال في شركة كاب جيميناي. دي شركة يعني مالتي ناشونال متخصصة في الاي تي كونسلتنسي، وخصوصا الكلاود. يعني انا التيم اللي انا فيه اصلا اسمه كلاود انفراستراكشر اند سيرفيسز. ف يعني هي رحلة طويلة شوية ومختلفة في حاجات كتير يعني، بس مؤخرا الحمد لله او اخيرا يعني زي ما بنقول استقريت في موضوع الكلاود ده، وبالذات يعني موضوع اي دبليو اس لسه برضو مخلص الانيشيتيف بتاعت رواد مصر الرقميه. الف مبروك. كانت في الله يبارك فيك. كانت في اي دبليو اس بصراحه برضو يعني. وزاره الصالات عامله مجهود كبير جدا في المبادره دي يعني. اخدت فكره كبيره جدا جدا يعني عن اي دبليو اس. يعني اخدت 3 شهادات جوه اي دبليو اس بس. غير بقى الحاجات الجانبيه اللي احنا ركزنا عليها، سوفت سكيلز، انجلش. بيبقى بنسبه كبيره الناس اللي اوريدي شغاله بيكون عندها نوليدج في الموضوع ده، بس انا شايف بصراحه ان هي كمنحه متكامله لا مفيده جدا جدا جدا. يعني اي حد هيخش ما عندوش معلومات سابقه او قبل كده يعرف اي حاجه هيلاقي نفسه استفاد كتير جدا يعني. واعتقد انت تعرف عنها برضو نفس الكلام تقريبا. اه، انا اعرف عنها، واعرف كمان ان انت كان في امبارح في الشركه حد كان ترقيه او بيباركوا لك على حاجه على لينكد ان. امبارح كان عندك في الشركه في التيم يعني. هي مش ترقية، هي بس احنا عندنا كل 3 شهور كده بيبقى فيه زي ميتنج بنعمله، والناس اللي بتكون عملت حاجة مش مطلوبة من شغلها أو كده بتتكرم. يعني ممكن نقول عليها تكريم أو جايزة أو حاجة زي كده. فأنا كنت بادرت بحاجتين عندنا في الشركة، يعني مش عايز أقولها بالتفصيل عشان السرية أو كده. يعني احنا برضو بنعمل الحاجات دي لصالح كلاينت. فالكلاينت ده ممكن ما يبقاش حابب ان هو يبقى عارف اصلا ان هو شغال معانا، او ان يبقى حد عارف ان هو شغال معانا. فانا عملت حاجتين للكلاينت ما كانوش مطلوبين مني اصلا. ف... فهم خدوا بالهم ان انا عملت حاجه زي كده فكافئوني عليها. فدي حاجه انا بحترمها جدا، وعشان كده انا نزلت بوست شكر. يعني دي حاجه مش مطلوبه مني، بس انا حبيت ان انا اشكر فعلا مديريني والشركه زي ما بيقولوا يعني هي بيئه صحيه. فاهم؟ انت عارف، انت بطبعك كسوفت وير انجينير طول ما انت بتجتهد او بتعمل حاجه بتبقى منتظر. مش بنقول تقدير او فلوس، يعني الواحد ما بيبقاش فارق معاه الفلوس ولا فارق معاه الجايزه، قد ما بيكون فارق معاه ان هو يكون متقدر او الناس واخده بالها ان ده بيعمل حاجه مش مطلوبه منه. الابريشيت يعني اللي هم يقدروا بالظبط، ده، وبس مش اكتر ولا اقل يعني. بالظبط، بالظبط. فهو بصراحه يعني دي تاني مره اخد حاجه شبه كده. قبل كده برضو كنت طلعت توب بيرفورمر لاني برضو ساهمت في حاجات كتير. فدي حاجه كويسه قوي. يعني على مره انا شغال في كاب جيميناي بقالي سنه ونص، عملتها مرتين فالحمد لله ريت كويس يعني. هو انت فيري اكتف من ايام الجامعه، بس هو عشان بس الناس اللي تسمعنا، هو مازن اكبر مني بسنه آه، في الجامعه يعني. بس فهو كان مؤسس كوميونتي اسمها زي يو سي ستودنت اكتيفيتي يعني في الجامعه. مظبوط. كان هو
الليدر بتاعها. احنا كان عندنا بالظبط، آه، احنا كان عندنا في الجامعه في يعني شويه جيكس زي ما بنقول، ناس حابه للتكنولوجي. يعني هي مرحله الجامعه عموما، الواحد بقى لما كبر دلوقتي وبقى لي 4 سنين معيد اهو، نظرته بتختلف شويه عن ما هو كان اول لما دخل ستودنت. مش كل الناس اللي بتخش كمبيوتر ساينس بتكون مؤهله ان هي تبقى فاهمه يعني ايه كمبيوتر ساينس. في ناس في حياتها اتعاملت مع الكمبيوتر كتير جدا وحباه، زي يعني انا كنت داخل كمبيوتر ساينس، واللي خلاني اترتبت على الدفعه في اول سنه، انا اتفاجئت اصلا انا مترتب على الدفعه في اول سنه. ما كنتش بذاكر كتير، يعني ما كانتش مذاكره واحد يترتب على الدفعه. بس اللي خلاني عملت كده إنه انا من صغري حابب الكمبيوتر واعرف عنه معلومات كتير، وبحب ان انا ادقق وافهم يعني ايه رام، يعني ايه روم، يعني ايه بروسيسور. حتى في الموبايلات يعني كنت اشتري موبايل مثلا، اقعد اسال طب الموبايل ده اغلى موبايل ده ليه؟ طب هو مش ده فيه كاميرا وده فيه كاميرا، ده فيه بروسيسور وده فيه بروسيسور، يعني ايه بروسيسور اسرع من التاني وهكذا. فمش كل الناس عندها ثقافه الكمبيوتر يعني. فلما دخلت الجامعه وما لقيتش يعني ما كانش فيه فاميليز ليها علاقه بالتكنولوجي قوي، فحبيت ان انا اسس الفاميلي دي. فانا كنت من اوائل الناس اللي عملت فكره ان يبقى في ستودنت اكتيفيتي متخصصه بالتكنولوجي فقط. فلميت الناس بقى اللي هم شبهي، اللي هو حسام الدالي، انت اكيد تعرفه، و... اه وندى الجرحي، وما شاء الله عليه كلهم يعني دلوقتي بقوا مهندسين في شركات كبيره وفي حتت كتير، وفي اللي سافر بره مصر اصلا، وفي ناس كملت ماستر وهكذا. فاحنا لمينا بعض بقى وعملنا فاميلي، وبقينا ايه نثقف الناس اللي حوالينا. عاوز اقول لك يا عبد الله، احنا دلوقتي حرفيا دخل علينا بقى ايه الناس اللي هم يعني اواخر جين زي، مع بدايه الفا كمان. دول بقوا يجوا عندنا الكليه. انا عايز اقول لك والله ما بيبقوش عارفين، يعني هم داخلين سنه اولى لسه ما بيدرسوش اي حاجه، مش عارفين اصلا الكيبورد ده يعني لما اقول له مثلا دوس الت شيفت، هو بيدوس على الالت وبعد كده يشيل ايده من عليها ويحط ايده على الشيفت. فاللي هو يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ يقول اصلا معليش كمبيوتر في البيت، اصل ما عادش على لابتوب قبل كده. الناس كل علاقتها بالانترنت والحاجات دي كلها من الموبايل، موبايل. ما عادوش على لابتوب او كمبيوتر قبل كده. فالموضوع صعب. وبتلاقي ان هو دخل كمبيوتر ساينس ليه؟ عشان عارف ان هي ليها شغل، عشان هي كلية كبيرة، عشان خاطر هي مجموعه جابها وهكذا. ف فالموضوع ده يعني كريتيكال جدا ان الناس يكون عندها ثقافه الكمبيوتر اصلا، ان هم يكونوا يوزرز للكمبيوتر قبل ما يكونوا بروجرامرز، او قبل ما يكونوا يعني ناس سبيشالست في الاي تي عموما يعني. ف فالموضوع بياخد مجهود، يعني مش اي حد يستحمل شغلانه المعيد دي الا لو هو قدر ينزل بدماغه لدماغ اللي قدامه يعني. فالموضوع ده يعني محتاج سكيل وخبره يعني. هو عامة أنا بشوف كسوفت وير انجينير اشتغلت في المجال يعني، وطلعت ببرودكشن وحاجات كده. انت كسوفت وير انت لازم انت تكون عندك باشن ان انت عايز تعمل الحاجه دي. مش مهم الفلوس جايه امتى، مش مهم اي حاجه، المهم ان انت تطلع بالظبط. ببرودكت او تحل الايرور اللي عندك، او في بج تحلها، في مشكله لازم تتحل. بالظبط. مش مهم تتحل في وقت قد ايه، المهم ان احنا نحلها ونشوف علاجها ايه يعني. بالظبط. وده برضو اللي دايما بقوله يعني للطلبه الجداد. انت عارف طبعا الترند بتاع الاي اي والسايبر سيكيورتي. اه اي طالب يجي دلوقتي هو لسه ما بيعرفش يفتح الايديتور اصلا، يعني ما بيعرفش يكتب هلو وورلد ويقول لك انا عاوز اتخصص سايبر سيكيورتي، او انا عاوز ابقى ويب ديفلوبر، او انا عاوز ابقى اي اي. الناس بتبقى ماشيه ورا الترندات بلايندلي، يعني هو ماشي عمياني كده، هو واخد الحاجه لمجرد ان هي ترند، او ان الحاجه دي معروف ان هي فيها فلوس، او ان مرتباتها عاليه. بس هو ما فكرش كويس، او قدر يشوف هو شاطر في ايه او عنده باشن لايه. انا واحد من الناس بصراحه لما كنت ستودنت ما كنتش بحب مواد النتوركس، بالرغم ان انا بعد كده كملت في الكلاود، وفي ناس كتير رابطه الكلاود بالنتورك، ودي نقطه هنتكلم فيها سوا. برضه انا ما كنتش حابب النتورك، فمش من المنطقي ان انا اروح مثلا اخصص نفسي في النتورك واشتغل مثلا اي تي، او اشتغل نتورك ادمنستريتور، وابقى زانق نفسي في حته انا مش حاببها اصلا وبشتغلها غصب عني لمجرد ان هي فيها شغل كتير. ده تفكير مش صح خالص يعني. بيحصل برضو مع الويب. انا برضو الويب يعني من الحاجات اللي ما كنتش برتاح ليها قوي، بس مؤخرا بقيت اشتغلها يعني بحكم شغلي، بيخليني يبقى ايدي في كذا حاجه. فالويب بقيت اتعامل معاه. ولكن قبل كده انا كنت شايف الويب ده يعني حاجه معقده، انا ليه اروح اتعلم 5 6 حاجات عشان في الاخر اطلع ويب سايت؟ بينما انت عندك مجالات تانية ممكن تبقى الليرنينج فيها اسهل شويه، زي مثلا انت تروح تتعلم فلاتر او اندرويد او اي او اس. هو انت في تول واحده هتتعلم ان انت تشتغلها، هتتعلم ان انت خلاص هتكتب كود بالسويفت، هتكتب كود بالكوتلين، هتكتب كود بجو.
يعني هتكتب كود خلاص بوان بروجرامينج لانجوج وخلاص، على عكس بقى ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، وبعد كده تخش بعد كده تاخد بقى حاجات فريم وركس زي مثلا بوت ستراب، او في ناس بتحب التيل ويند. فاللي هو ليه اتعلم تكنولوجيز كتير عشان ولا حاجه؟ دي كانت وجهه نظري الاول كستودنت. بعد كده بقى لما كبرت وشفت ونزلت الماركت، بقيت عارف ايه الاهميه بتاعت ده وايه الاهميه بتاعت ده، وان ده عليه طلب وان ده عليه طلب. وفي الاخر اللي بيتقدر او اللي بيقدر انه يشتغل في حته كويسه او ياخد سالري كويس هو اللي بيتعلم او بيركز في حاجه هو حاببها. فمهم جدا 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 طبعا كسوفت وير انجينير ان انت تكون باشنت للحاجه اللي انت بتعملها. وطول ما انت ما بتفكرش في الفلوس هتجيلك. طول ما انت بتفكر في الفلوس هتلاقي نفسك انت بتصارعها او بتجري وراها بتطاردها. هيبقى صعب عليك ان انت تبقى ساتيسفايد. يعني هتلاقي نفسك، يعني بشوف ناس على لينكد ان تلاقيه يشتغل 6 شهور في الشركه دي وست شهور في الشركه دي وست شهور في الشركه دي. طب ايه اللي بيحصل؟ هو كل ما بيخش في شركه يقدم شويه تروح شركه ثانيه مدياله اوفر اعلى يروح رايح، يروح شركه ثانيه مدياله اوفر اعلى يروح رايح. ده برضو كارير وايز هو مش صح. هو مش صح ان انت تفضل بتجري ورا اوفر اعلى. يعني انت بتوصل لمرحله من المراحل انت بتاخد سالري ثابت، وممكن يكون ما بتاخدش زي الثانويه كتير، بس مش هتخرج من مكانك ده على شركه تانية الا لو هي مديالك اوفر فرق كبير جدا ما بين الشركه اللي انت قاعد فيها وما بين اللي هنا، لكن مش على ازيد 1000 ولا 2000 جنيه هتروح مضيع كاريرك وتروح رايح في حته تانية. يعني ده برضو خلي بالك بيخوف الشركات منك. يعني الشركه تيجي تقول لك ما انت هتيجي تقعد عند 6 شهور زي ما قعدت عند اللي قبلي وتروح رايح عند حته تانية، يبقى مش عايز يستثمر فيك، مش عايز يمسكك بروجكتس كبيره عشان يوم ما تسيبه وهو ما يخسرش. ففي افكار كده كتير الواحد بيكون محتاج فيها هدوء ورزانه ويستخدم خبرته والسكيلز بتاعته علشان خاطر يقدر ياخد قرار صح. كل ما بتكبر ده في كل الكاريرز مش في الاي تي بس. كل ما بتكبر كل ما بتتقل في الانتقال. يعني لما تكون عندك 10 سنين خبرة مش زي ما يكون عندك سنتين خبرة. سنتين خبرة انت خفيف، ممكن تتحرك هنا ممكن اروح هنا ممكن اشتغل هنا. 10 سنين لا، انت بقى ليك اسمك ومكانك وماسك بوزيشن محترم. فصعب ان انت تروح في حتة تانية الا بقى لو انت مثلا كمان وصلت للسي او. يا لهوي دي الريسك تبقى سي او في شركة كبيرة وتلاقي شركة تانية يقول لك عايزينك تيجي تمسك الشركة بتاعتنا. دي بتبقى اصعب واصعب واصعب يعني. فالحمد لله والله على كل شيء. يعني انا يعني يعني ممكن اقول الجيرني بتاعتي او الرحله بتاعتي الصغيره اللي هي لسه ما كملتش. يعني احنا بنتكلم في 5 سنين مثلا او اكتر، حاجه بسيطه. انا راضي عنها جدا وشايف ان انا الحمد لله ما فيش حاجه خدتها غلط او ندمت عليها. ويعني الحمد لله ربنا يقدم اللي فيه الخير في كل اللي جاي يعني. ربنا يوفقك، انت مجتهد واكتف جدا يا مازن صراحه يعني. طيب خلينا بقى نخش في موضوعنا الكلاود. اتكلمنا حبه في الكارير، حبه في الفلوس، حبه في التكنولوجي. فخلينا نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو الكلاود. هو يعني ايه كلاود اصلا؟ حلو قوي. هو مبدئيا انا بحب دايما عموما لما اتكلم على اي مصطلح اتكلم على حاجه اللي هو التسميه او النيمينج نفسه. هو ليه الناس سمت الكلاود كلاود؟ ليه كلاود تكنولوجي؟ علشان خاطر ترجمه كلاود طبعا بالعربي سحابه، تمام، وبالعربي اللي هي الكلاود كومبيوتنج اللي هي الايه الحوسبه السحابيه. عايز اقول لك ان في كوميكس بتطلع وفي ناس لحد دلوقتي معتقده ان في كمبيوترات محطوطه في السحابه. يعني في ناس فاكره كده ان في كمبيوترات طايره هي دي اللي احنا بنرفع عليها الفايلز بتاعتنا او كده. الكلام ده على فكره مش بقوله في مصر، ده في يو اس في امريكا. عادي في ناس مقتنعه كده. دول الناس اللي هم يعني ما عندهمش باك جراوند تكنولوجي قوي. عادي، ايلون ماسك الساتلايت بتاعته هناك، فاكيد في مثلا هناك يعني في هناك بالظبط. اه بالظبط. ما السبيس احنا اللي خلانا بنجيب يعني مثلا ماتشات اتش دي على تلفزيونات وجايه من الساتلايت. اللي خلانا بنتفرج على مسلسلات بنتفرج على الاخبار بنعرف الحاجات دي كلها من الساتلايت. طب ايه المشكله ان احنا بنحط الكمبيوترات في الساتلايت؟ ده فكر الناس. بس هو الواقع اللي بيحصل مش كده. هو الكلاود اتسمى كلاود علشان خاطر هو accessible from anywhere. يعني هي دي حاجه انت بتقدر ان انت توصل لها من اي مكان. فانت السحابه اللي موجوده في حياتنا انت بتقدر توصلها من اي مكان. انت اي بلد هتسافرها في الدنيا هتبص حواليك او هتبص فوقيك هتلاقي في سحابه. فهي دي فكره الكلاود. ان انت الفايلز بتاعتك او الريسورسز بتاعتك، ودي برضو قدام هنفصلها اكتر. آه هي محطوطه بشكل كلاود مش مرتبطه بمكان معين، مش مرتبطه بوقت معين. انت في اي وقت هتقعد على اي ديفايس كونكتد للانترنت هيبقى عندك اكسسبيليتي للريسورسز بتاعتك
بس دي الفكره الاساسيه من الكلاود. بنيجي بقى جوه الفكره دي او الابستراكشن خالص للموضوع ده، بيتقسم بقى جوه الكلاود لثلاث حاجات. تمام. بيتقسم عندنا حاجه اسمها اي اس، وحاجه اسمها باس، وحاجه اسمها ساس. تمام. كل واحده من الثلاثه دول اختصار لثلاث كلمات. خلينا نجيبهم من تحت لفوق. الساس اللي هو سوفت وير از سيرفيس. سوفت وير از سيرفيس. تمام. الساس ده هو فكرته ان انت بتاخد السوفت وير بتاعك بشكل خدمه. يعني ايه باخد السوفت وير بتاعي بشكل خدمه؟ يعني انا دلوقتي عايز اخزن فايلات. فانت دلوقتي عندك مثلا سوليوشنز زي جوجل درايف، عندك سوليوشن زي اي كلاود، عندك سوليوشنز زي مايكروسوفت. وان درايف بتاع مايكروسوفت بالظبط. مم. فعندك كل شركه او كل حد من البيج او، من البيج 3 اسف، هتلاقي هما الثلاثه دول بيدوا دايما ايه، بيدوا سوليوشنز للموضوع ده. ان انت تاخد السوفت وير، هو انت ما بتتعاملش مع اي حاجه من الكمبيوتر او اي حاجه من الريسورسز غير السوفت وير على طول. فانت خلاص بتفتح ويب سايت drive.google.com، وبعد كده تعمل لوجن بالاكونت بتاعك تلاقي حاجتك موجوده. فانت ولا جيت ناحيه الرام ولا ناحيه الروم ولا شفت السوفت وير اللي هم بيستخدموه اللي هو المقصود بيه الاوبريتنج سيستم ولا اي حاجه من الحاجات دي. فده تمام. الساس. نيجي تمام. بعد كده بقى لايه، لانذر ليفل اوف ابستراكشن. انت بتبتدي تشوف حاجات اعمق شويه من السوفت وير اللي هو الاند يوزر سوفت وير، يعني تشوف حاجات اعمق شويه اللي هي الباس. الباس اختصار كلمه بلاتفورم از سيرفيس. بلاتفورم از سيرفيس. اوكي. فهنا انت بتعمل ايه؟ انت بتشوف الاوبريتنج سيستم. يعني انت بتبقى شايف ويندوز مثلا، او بتبقى شايف لينكس، او بتبقى شايف ماك او اس. انت شايف الاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم ده انت حاطط عليه بقى الفايلات بتاعتك، بتستخدمه في ان انت تلعب جيمز، في ان انت بتعمل اي حاجه. الحاجات دي انت بتعملها كلها من خلال الانترنت. يعني بس ده خلينا نقول اللي هو زي environment متقسمه فيجوال ماشين مثلا على كلاود بالظبط. معين، وكل واحد واخد يوزر نيم وباسورد. الراجل ده كل واحد ليه يوزر نيم وباسورد ليه اكسس في حاجات معينه. بالظبط. بالظبط. هو دي كده. وعلى فكره السيرفيس دي يعني بعد كده بقت يعني كبرت شويه، بقى اسمها في دي اي، اللي هي فيرتشوال ديسكتوب انترفيس. يعني في بعض الشركات مثلا من الكلاينتس اللي احنا بنشتغل معاها في الشركه عندنا، هو مش بيسلم يعني مش بيسلم الموظفين اللي عنده لابتوبس، هو بيديهم اكونتات. تمام. الاكونتات دي يقدروا يفتحوا الاوبريتنج سيستمز بتاعتهم من اي كمبيوتر يقعدوا عليه. فانت النهارده قعدت على الكمبيوتر من جوه الشركه، هتكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعك، هيطلع لك الفايلات بتاعتك بالبروجرامز الانستولد بكل حاجه. طب روحت عايز تشتغل من البيت، هتعمل لوجن من اللابتوب البيرسونال بتاعك على الفي دي اي، سواء بقى كانت ايجر او اي دبليو اس او كانت جوجل. كل دي بتبقى ورك سبيسز، بتعمل برضو لوجن على حسب طبعا الشركه مديالك ايه. فهي عارفه لك اليوزر نيم والباسورد دول بتوع ايجر مثلا. ايجر اللي هي السوليوشن الكلاود بتاع مايكروسوفت. فهو تمام. يدخلها على ايجر، فهيروح عامل لوجن على الفي دي اي بتاعته. طيب الفي دي اي دي او الفيرتشوال ديسكتوب بتاعه ده متشال فين بقى؟ مش في كلاود. الكلاود زي ما الناس فاهمه. هو متشال في الداتا سنترز. في الداتا سنترز اللي هي الكمبيوترات الضخمه جدا. تمام. يعني ده الشكل البسيط بتاعها، بتاع مايكروسوفت على حسب الفندور. ممكن تبقى عند مايكروسوفت، ممكن تبقى عند امازون، ممكن تبقى عند جوجل. وهم دول البيك 3 اللي مسيطرين على الكلاود. بيجي بعديهم بقى بعد كده هواوي كلاود، بيجي بقى بعد كده اوراكل كلاود، في اي بي ام، في علي بابا. علي بابا ده حاجه زي امازون بس في الصين. تمام. فكل تمام. دول كلاود بروفايدرز، يعني هم بيبقوا بسي اس بي، بيتعاملوا سي اس بي كلاود سيرفيس بروفايدرز. فده اوكي. الليفل الثاني اللي هو الباس، اللي هو بلاتفورم از سيرفيس. بنيجي بقى لاخر ليفل، ودول اللي هم خلاص يعني ده 100% ابستراكتد. ده اللي هو ايه، اللي هو الاي اس، اللي هو انفراستراكشر از سيرفيس. انت هنا بقى مش بتأجر من الشركه اوبريتنج سيستم، او بتأجر منهم كمبيوتر، او بتأجر منهم سوفت وير. لا، ده انت بتأجر منهم الريسورسز بتاعت الكمبيوتر حته حته. انت بتقول له انا عاوز البروسيسور بتاعي يبقى كام كور، وعاوزه يبقى السبيد بتاعت كل كور تبقى قد ايه. بتقول له انا عاوز مثلا يبقى معايا رامات قد ايه. بتقول له انا الاوبريتنج سيستم اللي انا عايز اشغله على الريسورسز دي تبقى قد ايه. بتقول له انا لو هاخد منك خمس ست كمبيوترات احطها على نتورك، النتورك دي عايز يبقى نوعها ايه، برايفت ولا بابليك. عايز احط السبنت ماسك بتاعتي تبقى عامله ازاي، عايز اي بي ادريسز تبقى ستاتيك ولا دايناميك. بتقعد بقى تفصل اللي انت عايزه بشكل فيرتشوال
على البلاتفورم بتاعه الفندور ده او بتاعه البروفايدر ده بشكل بقى ايه، خلاص انت معاك انفراستراكشر بتلعب بيها. يكاد يكون ان هو هيقول لك ايه، انت عاوز السلك يبقى نوعه ايه، من كتر ما هو مفصل لك الدنيا وسايب لك الدنيا مفتوحه على الاخر. هو ده فطبعا هو ده في جوجل كلاود، يعني ده جوجل كلاود أو موجود على جوجل كلاب موجود ده. وكده جه بقى النتورك، هنا احنا جينا هنا لنقطه النتورك. انت ازاي تتعامل مع النتورك في المرحله الثالثه؟ انت لازم تبقى عارف الاي بيهات بتاعتك جايه منين ورايحه فين، مسمي مين المين، مين رايح فرعي، سبت ماسك مين هو، كل بالظبط. حاجه. بس خليني بقى هنا اخد نقطه في حاجتين كنت عاوز اقولهم، مثالين هيسهلوا علينا الفهم خالص في الموضوع ده. بص، في ناس كتير بتربط الكلاود بالنتورك. يعني في ناس كتير يقول لك انت مش هينفع تخش تتعلم كلاود الا لما تكون عندك باك جراوند نتورك. انا بصراحه ضد الفكره دي. انا شايف ان الكلاود مبسط الدنيا جدا لدرجه ان انت لا، مش محتاج ان انت تتعلم نتورك، ممكن تتعلمها مع الكلاود. يعني خليني اقول لك مثال في حياتنا الطبيعيه. يعني كان مثلا زمان باباك لما يجي يعلمك العربيه يقول لك لازم تتعلم على مانيوال الاول وبعد كده ايه تتعلم الاوتوماتيك. انا شايف المثال ده نوت فاليد اني مور دلوقتي، ان خلاص هي كل العربيات اللي بتنزل جديده بتنزل اوتوماتيك، نادرا لما تلاقي عربيه نازله مانيوال. فانا ايه اللي يجبرني اني اروح اتعلم مانيوال الاول وانا كده كده في الاخر العربيه اللي هسوقها تبقى اوتوماتيك؟ فانا شايف المثال ده واقعي جدا بالنسبه للكلاود. اقول لك بقى على حاجه عاملاها البروفايدرز. انت لو هتروح هتتعلم تكنولوجي معينه في الكلاود، سواء كانت امازون او مايكروسوفت او جوجل، هم بيبقوا موفرين لك الماتيريال اللي انت هتتعلم منها التكنولوجي بتاعتهم. وخلي بالك يعني الشركات كلها بتتنافس في ان هي تسهل التكنولوجي بتاعتها على قد ما تقدر. لان كل ما كانت التكنولوجي اسهل كل ما كان اليوزرز بتوعها زادوا. وكل ما كان اليوزرز بتوعها زادوا كل ما كان في شركات اكتر هتشيل حاجات عندهم وهتستخدمهم، فكل ما ربحهم هيعلى. فبالتالي خلي بالك الكلاود في جزء بيزنس بحت. يعني هي اي حاجه في الدنيا داخل فيها بيزنس طبعا، بس الكلاود يعني ايه الموضوع عشان خاطر فيه فرق كبير جدا في الكوست. فبتلاقي دايما هو فيه فلوس، يعني فيه فلوس في حته الكلاود، فيه حسبه في الكلاود. ف... فهم من ضمن الموديولز اللي هو بيقدمها لك مفيش شهاده هتاخدها سواء في امازون او مايكروسوفت او جوجل الا لما هيدي لك موديول من ضمن الموديولز دي نتورك، يفهمك يعني ايه نتورك ويفهمك النتورك دي هم عملوا لها فيرتشواليزيشن ازاي على التكنولوجي بتاعتهم. فبالتالي انا مثلا لما جيت خدت المنحه دي، كان الترينر لما جه عند الموديول بتاع النتورك ده حلنا بس اهدوا بقى كده. اي حد عنده نتورك يعرف نتورك قبل كده او ما يعرفش، انا محتاجكم تركزوا معايا. ده اهم موديول في الايه، في الكورس كله. تمام. وقد كان هو فعلا بيفهمك حاجات كريتيكال جدا، بس مش ضروري ان انت تكون فاهم نتورك. انا واحد كنت رايح معيد وكنت بشرح مواد نتورك قبل كده، بس انا حسيت اللي هو قاله لما كل حاجه. يعني انا لو داخل ما اعرفش اي حاجه عن النتورك انا خلاص فهمت. فبالتالي مش ضروري ابدا ان انت عشان تبتدي في الكلاود تكنولوجي ان انت تروح تاخد CCNA او تاخد CCNP. يعني لا، يعني ما تكبرش الموضوع يا جماعه. الناس دي هي حاطه لك ليفلز اصلا جوه التكنولوجي بتاعتهم. يعني مثلا امازون هتلاقي اول شهاده عندهم اسمها كلاود براكتيشنر، فدي مثلا 9 موديول هو لمم لك فيها كل حاجه. جاي لك من اول يعني ايه كلاود، ويعني ايه نتورك هتحتاجها، ويعني ايه ريسورسز والسيرفيسز اللي هم بيقدموها، هتقدر انت تعمل لك كاستمايزيشن ازاي على النيد بتاعتك. فما تروحش انت تزود على نفسك وتروح رايح متعلم حاجه تانية من بره. نفس الكلام هتلاقي مايكروسوفت عندهم برضو اللي هي ايجر فاندمنتالز تقريبا او ايجر فاونديشنز. دي نفس الايه البراكتيشنر اللي في امازون موجوده في ايه في ايجر. وهكذا GCP اللي هي جوجل كلاود بلاتفورم هتلاقيه برضو عندهم نفس الشهاده دي. فهي الناس دي بيبقى جايبه ناس اصلا سبيشاليزد في الليرنينج اند ديفلوبمنت، وبيقعدوا يعملوا حاجه اسمها كورس ديزاين، يعملوا ديزاين للكورس ويشوفوا ايه الحاجات اللي هم محتاجينها في الكورس ده ويحطوها ويقيسوا على ناس. وانت كده فهمت وهنسهل لك. طب هنبسط، طب هنحط فيجواليزيشن، طب نحط ديمو، طب نحط لاب. فانت مش محتاج انك تشغل بالك بالكلام ده. فانا ستيل شايف ان الكلاود من اسهل المجالات اللي انت ممكن تبتديها وتخشها من غير ما يكون عندك اي معرفه سابقه باي حاجه تانية. طيب خلينا بقى نتكلم شويه يعني تكنيكال. يعني دلوقتي في ناس، يعني انا واحد من الناس دول. انا بالنسبه لي هو كلاود هم AWS اللي هو امازون، وجوجل كلاود وجوجل كلاب لجوجل. مم. بس عشان في ناس بتبدا تخلط ما بين الكلاود، يعني ايه فهم الكلاود وفهم الداتا سنتر، ويعني ايه دومين نيم، يعني انا مم. دلوقتي لما اروح مثلا اشتري مثلا هوست من على هوستنجر ولا نيم شيب ولا جودادي، مم. تمام، الراجل ده بيديني دومين نيم وبيديني ستورج معينه وبيديني
رام معينه، ودي بروسيسور معين. الكلاود بيديني نفس الحاجه دي، بس الكلاود بيبقى فيه فرايتي اكتر، امم بختار حاجات اكتر. فانا محتاج افهم يعني ايه الفرق بين ده وده. هفهمك طبعا. الموضوع بسيط جدا، وكويس ان انت سألت سؤال زي ده بعد ما احنا فهمنا حته الاي اس والباس والساس. تمام. كل الهوستنج والسولوشنز اللي بتجيت بروفايدد دي هي كلاود برضو، يعني هما الاثنين كلاود، بس الفرق ما بين ده وما بين ده الليفل اوف ابستراكشن. يعني ايه ليفل اوف ابستراكشن؟ يعني انت بتشوف ايه من الانفايرمنت اللي انت واخدها. فامازون او مايكروسوفت او جوجل او الشركات الكبيره اللي احنا بنقول عليها كلاود بروفايدرز، دول هم بيدوا لك 100% من الابستراكشن. يعني هو مدي لك منتهى الشفافيه، انت اللي بتخش تكستمايز كل حاجه انت عاوزها بالظبط. لان خد بالك يا عبد الله، انت مش لازم السوليوشن اللي انت تكون واخده يكون ويب ابلكيشن. ممكن يعني تبقى مثلا السيكوال او حاجات في الداتا سنتر، او حاجات بعمل بالظبط بروجكت ديب ليرنينج برنه في حاجات، فمحتاج بالظبط امكانيات رهيبه. هي بتبقى على حسب البيزنس موديل، هو انت محتاج ايه ساعتها يعني. بالظبط. يعني هو هضرب لك مثال مثلا على موضوع زي ده، البنوك. يعني مثلا انت عندك البنوك، هل البنوك دي انت بتخش دلوقتي مثلا بنك مصر مثلا عنده على مستوى مصر كلها مش عارف 500 فرع، فاهم؟ ال 500 فرع دول الداتا بتاعت العملاء كلها بتتشال فين؟ بتتشال في الفرع ده، ولا في الفرع ده، ولا في الفرع ده، ولا بتتشال في الداتا سنتر بتاعتهم، ولا بتتشال في كلاود، ولا بتشتغل ولا؟ ايه، ولا هقول لك بتشتغل بقى على حاجه. هقول لك على حاجه. هو انا بس عايزك تتصور فكره ان هم كل الفروع دي كلها بعدد الكمبيوترات دي كلها، كلهم بيبصوا على نفس الريسورسز ونفس الداتا بيز نفسها. تمام. وكلهم عندهم حته الانترفيسز. يعني هو الكمبيوتر بيبقى بالنسبه لي تيرمينال، هو بيأكسس السيستم. فلما بيقول لك السيستم واقع، كلمه سيستم واقع يعني ايه؟ يعني الكمبيوتر الرئيسي اللي هم كلهم بيشتغلوا عليه في نفس الوقت اصلا واقع. واقع ده ممكن يكون الانترنت مفصول عنه، ممكن يكون الكهرباء مفصول عنه، ممكن يكون هو بيعمل ابديت، ممكن يكون السوفت وير نفسه اللي محطوط على الكمبيوتر ده مش شغال. ففي كل الاحوال دي احنا آه، هو التيرمينالز او النقاط اللي شغاله على الكمبيوتر دي هي مش قادره تتصل بالكمبيوتر الرئيسي او الحاجه اللي هي بتعملها دي. طب هل هو ده شغال لحد دلوقتي؟ يعني زمان كان الموضوع شغال بشكل بلدي شويه، اللي هي بيتقال عليها ايه؟ بيست اوف بريد. بيست اوف بريد ده يعني ايه؟ يعني انت بتجيب كمبيوتر وتخليه احسن حاجه عندك، وتخلي بقيه الكمبيوتر كلها بتاكسسه. تمام. فدي فكره البيست اوف بريد، او بنقول عليها لوكال، او بنقول عليها اون بريمسز. اون هو دي بريمسز يعني محطوط معاك في نفس المكان. هو دي بالظبط موجوده في شركات، شركات اللي هي موجوده بتجيب كيسه كونتاتبل، يعني كيس عادي جدا، والفاير وول اذا كان هاردوير وسوفت وير، ويبني النتورك بتاعهم ويجيب كيسه ويحطها بالظبط في السيرفر يا جماعه. بالظبط. دي الطريقه القديمه وما زالت لحد دلوقتي موجوده، ولكن انا شايف ان هي اولد فاشند خالص، والناس دي بتكلف نفسها على الفاضي يعني. يعني هو بقى جه الكلاود استبدل الكلام ده كله، وقال لك لا، انت مش محتاج ان انت تروح تاسس عندك الكمبيوتر بتاعك او نحطه اون بريمسز وتقعد توفر له حمايه، وتقعد توفر له مش حمايه بقى، احنا هنا بنتكلم من ناحيه السايبر، لا حمايه فيزيكال كمان. يعني انت مثلا دلوقتي فرع بنك مصر، انت لو فلاشه. دخلت اي فرع هتلاقي فيه امن كتير جدا. طب الامن دول بيحموا الناس، ولا بيحموا الكمبيوترات، ولا بيحموا البيانات، ولا بيحموا؟ هم بيحموا كله. فما بالك بقى لو انت دخلت مثلا فرع رئيسي لبنك مصر اللي محطوط فيه الكمبيوتر السنترال اللي كل الكمبيوترات بتاسسه؟ لا ده قصه. انت عشان تخش بس على الكمبيوتر اللي محطوط فيه الهاردات اللي بتشال عليها البيانات، انت ممكن تعدي على 5 او 6 بوابات. واحده بصمه عين، واحده بصمه ايد، واحده مش عارف باسورد، واحده معموله باكسس كارد، وهكذا. انت بتتكلم في بيانات يعني فيها مليارات الدولارات. فطبعا مش هيبقى التأمين بتاعها تأمين طبيعي. فالكلاود ظهر من الحتة دي. يعني هو ظهر من النيدز بتاعت الناس. يعني هو دايما يقول لك اي بيزنس ناجح بيظهر من حاجة الناس، فاهم؟ انت بتعمل حاجة كريتيكال جدا الناس كلها محتاجاها، وهتوفر لهم فلوس كتيرة جدا، فانت هتكسب من وراها. هتكسب من وراها فلوس كتيرة برضو. فامازون هم من اكبر الشركات في الكلاود بروفايدنج. هي نمبر 1 في الكلاود بروفايدنج امازون. انا مش بقول كده عشان اعرف اي دبليو اس والله، بس المعلومه دي معروفه على مستوى التكنولوجيز كلها. حتى مثلا جوجل لما بتيجي تماركت لنفسها في الكلاود فبتقول ايه 1 اوف ذا توب 3، عشان هي عارفه اكيد. ان هي معاها مايكروسوفت وامازون. تمام. هو انا عامه هي امازون بالنسبه لي انا كانت هي ارخص واحده فيها، انا يعني انا لفيت السوق، يعني هي امازون ارخص واحده،
ودلوقتي هي مش مين اللي عمل التكنولوجي، هو كله بيستخدم، مش مهم مايكروسوفت او هي بيستخدم. هي الفكره ليها علاقه بالايفولوشن شويه يا عبد الله. يعني بص، مش كل الناس اللي بدات حاجه مم. هي الناس التوب فيها. والكلام تمام. ده يعني مثلا حتى ابسط مثال على الكوره. يعني الكوره اصلها انجليزي، تمام؟ بس اكتر فرق خدت ابطال اوروبا ريال مدريد في اسبانيا مثلا. طب ليه مثلا ما كانتش مانشستر يونايتد؟ ليه ما كانتش ليفربول؟ ليه ما كانتش كذا؟ فمش اي حد بيعرف يبتدي في حاجه بيفضل محافظ عليها على طول يبقى هو التوب فيها. بس امازون قدرت تنجح في حاجه زي كده، لان امازون وعلى فكره ده من الحاجات اللي بتخلي التعلم بتاع امازون اصعب من الحاجات التانيه، لان هم دايما سابقين. يعني امازون بدات الكلاود بتاعها عباره عن ثلاثه سيرفيسز، واحده بتاعت ستورج، واحده بتاعت كومبيوت، واحده بتاعت نتورك باين او حاجه زي كده. قعدت تزود في السيرفيس، تزود في السيرفيس، تزود في السيرفيس، وهكذا. تمام، لغايه ما النهارده وصلوا بهم فوق ال 100 سيرفيس. تمام. مم. فدلوقتي انت عندك مايكروسوفت بتعمل زي امازون، لان هي ما ينفعش تبقى انت مثلا الكومبيتيتور بتاعك في ميزه بيقدمها انت مش بتقدمها، فهي بتعمل زيها. تمام، وجوجل بتعمل زيها. بس امازون الموضوع بالنسبه لها متفرط، لان هي بادئه من بدري، فهي بتزود على اللي عندك. فانت مثلا تلاقي ايه متقسمه على 100 سيرفيس، على عكس جوجل مثلا هي ممكن تكون حديثه شويه. فجوجل مسهله الدنيا ومبسطه، مخليه مثلا كل 3 4 سيرفيس محطوطه فين؟ في ويندو واحد. اه. اوكي. فالموضوع بسيط ان انت تتعلمه في جوجل، لكن في امازون لا، الموضوع مش بسيط قوي. هو مش هيقدر يدمج سيرفيس مع سيرفيس عشان خاطر يبسط للناس اللي متعلمه السيرفيس القديمه دي، فيقول له خد اتعلم الجديده جنبيها. فاللي بيكون شغال في امازون بيلاقي نفسه في تعلم مستمر. هو كل شويه امازون تنزل حاجه جديده فيروح يتعلمها، تنزل حاجه جديده فيروح يتعلمها، تنزل حاجه يروح يتعلمها. على عكس مثلا اللي لسه بيتعلم من اول وجديد في جوجل، هيلاقي الموضوع بالنسبه له بسيط جدا. او اللي بيتعلم من اول وجديد في مايكروسوفت بسيط جدا. ف... مم. فهي امازون رائده في الموضوع ده بمعنى الكلمه. رائده ان هي اللي بدات، ورائده ان هي لحد دلوقتي هي التوب، وان هي اللي عماله تنزل، وهي اللي بتبتكر، وهي اللي بتطور. وبقيه التكنولوجيز هي اللي يعني ماشيه على خطاها زي ما امازون بتعمل، احنا لازم نعمل يعني لغايه بقى ما حد يفرق عن التاني. انت بتنصح اي حد مبتدئ روح يتعلم اي دبليو اس على طول، ما والله تفكرش؟ بص، لا يعني انا ما بحبش اكون متحيز لتكنولوجي. بص، هي الموضوع متغير. يعني انت ممكن تبقى عايز تتعلم الكلاود ككونسبت. انا مثلا واحد اتعلمت الكلاود من الماستر بتاعي. مم. فوانا باخده في الماسترز لقيت ان انا مش هينفع اكون عارفه من الناحيه الاكاديميك بس، لازم اتعلمه من الناحيه العمليه كمان. فعشان انا هتعلمه من الناحيه العمليه كمان، انا محتاج ان انا اختار تكنولوجي اتعلمها. فكان في ايدي ان انا اختار جوجل ومايكروسوفت وامازون. عاوز اقول لك في المنحه انا كنت مختار مايكروسوفت اصلا، لان في الشركه عندنا هم يعني معظم الكلاينتس اللي بتيجي بتطلب مايكروسوفت وما بتطلبش امازون. فانا كنت عاوز مايكروسوفت، بس هي سبحان الله التراك بتاع مايكروسوفت في الدفعه بتاعتي اتلغى. فقال لك انت هتاخد الرغبه الثانيه بتاعتك اللي هي امازون. فدخلت امازون واتبسطت بامازون، وما كنتش اعرف ان هي اصلا، او انا بقدم ما كنتش اعرف ان امازون هي اعلى من مايكروسوفت في العالم يعني. مم. فانا مش بنصح بحاجه معينه، لا انا بشوف بناء على انت عايز تعمل ايه. انت بتتعلم الكلاود ليه اصلا؟ هل انت قدامك فرصه شغل؟ طب فرصه الشغل دي في انهي شركه؟ طب الشركه دي بتستخدم انهي تكنولوجي؟ وخد بالك كل شركه من الشركات دي بتلعب على نقطه لصالحها. يعني امازون زي ما انت قلت هي ارخصهم ليه؟ عشان امازون عندها عدد يوزرز اكتر. فمثلا انت دلوقتي لما تخلي السيرفيس بتاعتك ب 8 جنيه سي مثلا، يعني في مليون بني ادم، فانت بتكسب 8 مليون. لكن مثلا مايكروسوفت ما عندهاش المليون بني ادم، عندها 800 الف. فلو خليتها ب 8 جنيه زيها مش هتكسب قد امازون، فمضطره ان هي تخليها ب 10، عشان ال 10 لما يتضربوا في ال 800 الف يطلعوا لها نفس ال 8 مليون بتوع ايه؟ بتوع امازون. فامازون بتكسب من ان هي عندها عدد كبير جدا من اليوزرز، فبترخص في السيرفيس بتاعتها. بس قصاد كده التكنولوجي بتاعت امازون يعني مور كومبلكس اكتر من مايكروسوفت مثلا عندها ميزه قويه جدا جدا جدا، ان هي عندها السوتس بتاعتها بيتم استخدامها في حاجات كتير قوي. يعني عندها السوت بتاعت اوفيس 365، ان هي بتنتجريت مع الكلاود بتاعها بشكل حلو جدا وشكل سهل وسلس. فتلاقي كلاود انجينير لما يجي يعمل انتجريشن ما بين الكلاود الفي بي سي بتاعته او الفيرتشوال برايفت كلاود بتاعته مع السوت بتاعت اوفيس 365 يعملها في مينت. لكن لو انت بقى الكلاود بتاعك امازون وانت بتستخدم اوفيس 365 وعاوز تربطهم ببعض، قصه. وقت شويه بالظبط. وكده فهنا تقريبا.
فهنا مايكروسوفت بتلعب على النقطه بتاعتها. انا شايف ان جوجل من انجح الثلاثه في حته تسهيل البلاتفورم. انا بجد يعني منبهر بان جوجل عامله البلاتفورم بتاعت جوجل كلاود بتاعتها، عاملاها سهله جدا جدا جدا. فهي برضو بتلعب على نقطه ثالثه خالص مختلفه عنهم، ان هي عايزه كل الناس تكون بتعرف جوجل كلاود. فلما كل الناس تعرف بتاع جوجل كلاود، هي هتجبر الشركات ان هي تعمل. لان انت دلوقتي انت لو واحد مدير في شركه ومسؤول عن ان انت تختار تكنولوجي معينه تستخدمها، وتلاقي ان في السوق عندك 200 انجينير بيفهموا في جوجل، و50 بيفهموا في مايكروسوفت، و20 بيفهموا في امازون. مش منطقي ان انت تسيب ال 200 انجينير دول، اللي هو انت هتقدر تقلل في مرتباتهم، وهتقدر ان انت تقول له انا عندي بدل الواحد منك 200، تمام، وتروح تختار في امازون او مايكروسوفت اللي هم عددهم قليل اصلا، عشان هي التكنولوجي بتاعتهم مش سهله زي بتاعت جوجل. وساعتها الانجينير هيطلب منك سالري محترم، وانت مش هتقدر تقول له لا، عشان انت ما تضمنش آه لو انت قلت له لا اللي بعديه هيطلب نفس الرقم ولا اقل. لكن في جوجل انت هيبقى في وفره في الكلاود انجينيرز، التكنولوجي بتاعتهم سهله، وبيشجعوا الناس، وبينزلوا السيرتيفيكتس بتاعتهم فور فري وعليها ديسكاونتس وي وي. فلا الناس دي عامله شغل بشكل مختلف، كل واحد بيلعب على النقطه بتاعته. مايكروسوفت طبعا عندها فرايتي كبيره جدا. فعشان كده هو بيقول لك انت هتشتغل عندي ايجر، هربطه لك بالويندوز وهربطه لك بالاوفيس 365، واطلع لك في دي ايز واعمل لك واسوي لك. فبرضو دي حاجه مغريه لحد تاني. فعلى حسب النيد بتاعتك هتحدد التكنولوجي اللي انت المفروض تتعلمها او تستخدمها. فانا محتاجه شايف في البيزنس بتاعك بقى ايه بشكل، محتاجها التكنولوجيا اللي انت محتاجها في البيزنس بتاعك، وعلى حسب البادجت وعلى حسب الامكانيات البيزنس بالظبط. اللي عندك. وبرضه بتفرق كدماغك كانجينير. انت كانجينير عايز تتعلم في تكنولوجي نادره، ولا عاوز تتعلم تكنولوجي عليها طلب، اللي هو انت اول لما تخلصها تشتغل على طول، ولا انت في شركه معينه انت بتارجتها، ساعتها مضطر انك تتعلم. وعلى فكره في حاجه، يعني الموضوع بقى متغير دلوقتي وبيكبر، ان الكلاود اصلا جواه بقى فيه تخصصات مختلفه. يعني اصلا احنا مثلا الترينر بتاعنا دكتور احمد الهامي، يعني ربنا يمسيه بالخير، يعني لو سمع البودكاست دي بالصدفه، هو قال لنا انك تتعلم كلاود ده في حد ذاته دلوقتي بقى هو ده البيزكس. فاهم؟ يعني هقول لك عامل زي ايه، زي المثال بتاع العربيه الاوتوماتيك والعربيه المانيوال. اللي بيعرف كلاود دلوقتي هو كانه بيعرف يسوق عربيه، تمام. هو بيعرف يتعلم كمبيوتر بشكل عام، لان كل الدنيا اه رايحه كلاود، يعني لان كلها رايحه كلاود دلوقتي، هو فهو هو كمبيوتر هو بصوره بيعرف ثانيه. يسوق عربيه، فاهم؟ يعني هو بيعرف يسوق عربيه. بعد كده بقى انت عاوز تخش سباقات، طب انت هتخش سباقات جري، ولا هتخش سباق دريفتات، ولا هتخش تعمل ايه وبتاع؟ لا، انت بتعرف تسوق العربيه بس. فانت لازم تخش معاه حاجه تانية بقى. لازم ايه؟ لازم تبقى مثلا ديف اوبس، لازم تكون اي اي. يعني في حاجه اسمها اصلا ديف اي اي اوبس، تمام، وبقى في ديف سيك اوبس. ولا هتبقى متخصص في السكيورتي بتاع الكلاود، ولا هتبقى متخصص في ايه بالظبط؟ فلازم بيبقى في سبيشاليزيشن جواها. فاللي انا عايز اقوله من الكلام ده كله، ان هو في كمان مثلا حاجه من الحاجات اللي طلعت، ان في بوزيشن اسمه مالتي كلاود انجينير. مالتي كلاود انجينير ده بقى واحد ما بيكونش فاهم في اي دبليو اس بس، او في مايكروسوفت بس، او جوجل. لا، يبقى فاهم في الثلاثه او في الاربعه، اللي هم مثلا يكون داخل معاهم اوراكل، تمام، وينتجريت الاربعه مع بعض. يقول لك بص مثلا امازون جامده في الاستورج، ومايكروسوفت مثلا جامده في الكمبيوت، ودي مش عارف جامده في السكيورتي او في الداتا بيزز. انا هربط لك الثلاثه مع بعض واعمل لك سوليوشن رخيص. ان خد بالك برضو جزء كبير جدا عندنا في الكلاود انجينيرنج، ان انت لازم بتكون حاطط الكوست في لعبتك. انا لازم افهم من اليوزر هو عاوز ايه بالظبط، عشان والحاجه اللي هو عاوزها دي انت عاوزها بكام، عشان خاطر اعرف انا معايا كوست هل مفتوح. ما هو في مثلا يوزر ممكن يجي يقول لك انا البادجت بتاعتي مفتوحه، المهم تعمل لي حاجه ستيبل 100%، وتكون في نفس الوقت سكيورد 100%. في ساعتها بقى براحتي بقى اخش بقى امازون، احط لك كل السيرفيسز بتاعت السكيورتي، اروح احط لك بقى الاستورج، احط لك منها ريبليكيشن واحد واثنين وثلاثه. فلو واحده وقعت اتنين تانيين شغالين، لو اتنين وقعوا يبقى واحده شغاله. واحد تاني يقول لك لا انا عاوزك تعمل لي حاجه على الضيق كده توفر لي اكبر قدر ممكن من الفلوس. فساعتها هحط الحاجات الاساسيه بس. فانت ممكن بقى لو انت مالتي كلاود وفاهم، فانت عارف الحته دي هنا مجانيه، طب هنا دي رخيصه شويه، طب هنا دي مميزين بيها. فاروح رايح اعمل لك سوليوشن بيربط الثلاثه ببعض واخليهم يكلموا بعض من خلال الانترنت. فدي برضو رول ظهرت مؤخرا، ما كانتش موجوده قبل كده. ولما ظهرت يعني طبعا بياخدوا سالاريز
عاليه جدا، بس مش محتاجه اكسبيرينس قليله، دي محتاجه واحد يكون احتك بالتكنولوجي دي والتكنولوجي دي والتكنولوجي دي، وان هو اصلا ترسم اركتكتشر في واحده من دول هي اصلا محتاجه اكسبيرينس. ما بالك بقى ان ترسم اركتكتشر مدخل فيه 3 او 4 تكنولوجيز من 3 فيندرز مختلفين، تكون بقى مذاكر دي ومذاكر دي واخد شهاده في دي واخد شهاده في دي. فالموضوع يعني كبير، فعشان كده احنا بنقول هو الكلاود فكرته بسيطه جدا، ولكن هو عميق، عميق قوي، يعني ما بيخلصش، مجال ما بيخلصش. هو الفكره كلها ان الشركات كلها متوجهه دلوقتي للسوبر اب، واللي هي تعمل حاجه كامله، يعني بتنتجريت وبتسكيور يعني الداتا بتتخزن في اكتر من مكان باكتر من طريقه او كذا اسلوب، فالموضوع كبير شويه. وفي نقطه السعر دي، يعني انا حصل معايا كيس شخصيا، كنت مفعل سيرفيس على جوجل كلاود، تمام، كنت بتست حاجه كده، كانت يعني اس كيو ال، وكانت حاجه بايثون بيزك خالص. كانت يعني اليوم الواحد كان بصرف تقريبا $20، يعني الكلام ده بالظبط. من 3 سنين. فكانت تكلفه رهيبه جدا، بالنسبه اللي انا رحت اشتريت مثلا على نيم شيب ساعتها سنه لانسز كانت ب $80 او حاجه يعني. فاللي هو فرق شاسع، انت على حسب البيزنس فعلا هو محتاج ايه، وبناء عليه انت بتبدا تتحرك. طيب، بالظبط. خلينا نسال سؤال. يعني انت جوجل كلاود، انت ممكن تتعلم معاه تبقى مثلا حد داتا اناليسيس، حد مثلا نتورك انجينير، حد بيديفنس او يفنس النتورك دي او الكلاود ده. فهي المجالات باختصار يعني متشعب في الكلاود، او الكلاود بقى هو الحاجه الاساسيه، لكن متشعب منه كذا مجال. اذا كنت هتخش مثلا تبقى حد مثلا ديب ليرنينج او ماشين ليرنينج او داتا اناليسيس بشكل عام، او حد شغال في شركه بيعمل نتورك. طيب، خلينا بقى نسال السؤال الاهم. انا كواحد دلوقتي عايز اخش مجال النتورك، البرمجه بشكل عام، او اي مم. بروجرامينج لانجوج مفيده في الكلاود. مم. طيب، يعني انت سؤالك دلوقتي بتتكلم انك تخش مجال السوفت وير عموما، حتى لو انت الباك جراوند بتاعتك مش اي تي او كمبيوتر ساينس، ولا حاجه لها علاقه بالكلاود؟ خلينا نسال لو احنا كسوفت وير، يعني او ناس عايزه تخش من اول وجديد، يعني خلينا البيزك، لان اللي فاهم اكيد اللي دخل ودرس، فاكيد هو فاهم. فحد مم. بره المجال هو عايز يخش كلاود، تمام، مم. طب اعمل ايه عشان اخش؟ يعني اروح ادرس بروجرامنج لانجوج مثلا زي جو مثلا، ولا اروح ادرس سي بلس بلس، ولا اروح ادرس روبي، ولا اروح ادرس ايه علشان تساعدني في الكلاود، ولا اروح انت النتورك احنا اتكلمنا فيه، قلنا اللي هو يعني هم هيديهولك جوه في النتورك، والنتورك هيبقى بيزك مثلا اللي هو سي ان اي مثلا، كورساتها مم. مشهوره جدا على الانترنت. فانا دلوقتي كواحد عايز اروح اتعلم الكلاود ده، تمام، في شركه من الشركات، فطبعا هو ليه لغه بتتكلم بيها، مم. الترمينال، مثلا ابقى فاهم اساسيات اللينكس بشكل عام، الكوماند لاين بيمشي ازاي، البيزك مم. بتاعتها. مش بكلم حد فهمت. ابيض بيبقى فاهم الكوماند لاين العظيمه يعني في الترمينال، لا كلينكس بيزك كوماند لاين يعني، مم. او بشكل عام يعني اروح اعمل ايه يعني عشان ابدا في المجال هقول ده لك. يعني. بص، هو يعني انا صادف معايا ان انا برضو يعني من تاني سنه اتعينت فيها معيد، يعني جالي اوفر من اي تي اي، كنت بدرس كورس معاهم تبع جامعه هارفارد. كان في كورس بتعمله جامعه هارفارد اسمه سي اس 50. هو انا بقول كان فيه لان سي اس 50 اللي انا شرحته يعني ديسكونتينويد مع هارفارد، ما بقوش يقدموه اني مور، بس عندهم النسخه الاكستندد بتاعته. يعني جامعه هارفارد من الجامعات المميزه في مجال التكنولوجيا عموما وورلد وايد، هي تعتبر نمبر 2 بعد ام اي تي. فجامعه هارفارد عندها بروفيسور اسمه ديفيد جي مالين، والدكتور ديفيد جي مالين ده بروفيسور على فكره، يعني راجل كبير جدا، يعني قامه كبيره. الراجل ده يعني معروف ان هو احسن ليكتشرر في العالم، يعني هو من احسن الناس اللي بتشرح عموما، مش في مجال التكنولوجي بس، في اي حاجه هو بيعرف يبسط الدنيا باي حاجه. فالراجل ده عمل ديزاين لكورس، الكورس ده مهم جدا جدا، اسمه سيس 50. الكورس ده انا بنصح ان اي حد ياخده لو هو مش الباك جراوند بتاعته سيس، مش لو الباك جراوند بتاعته مش كمبيوتر ساينس، تمام. لو حد جاي من صيدله، حد جاي من، على فكره دول كتير، يعني انا معايا في الشركه ناس كتير خريجه صيدله، حد جاي خريج اداب وخريج ألسن. وبرده دي حاجه من الحاجات اللي انا عايز هايلايت عليها، ان اللانجوج مهمه جدا في الشغل بتاعنا، اللي هي اللانجوج اللي احنا بنتكلمها، مش اللانجوج البروجرامينج. يعني مثلا مؤخرا الفرص، مش مؤخرا والله، هي من زمان برضو،
الناس اللي خريجه ألسن، الناس اللي خريجه اداب وبيتكلموا لغات زي الايطالي، زي الاسباني، الفرنسي، الحاجات دي بيبقى الناس دي بيبقى عليهم طلب ان هم يتعلموا تكنولوجي، عشان خاطر احنا كمصر مميزين جدا في البلد، ان احنا شاطرين في التكنولوجي، ولكن بينقصنا حته الايه، تعدد اللغات دي. فهو هو في الخواجه نقطة بيبقى مبسوط بينا. هو في نقطة احنا شاطرين في التكنولوجي تمام، ومرتباتنا رخيصة، وفي نفس الوقت بالظبط، برافو عليك. الحتة بتاع اللغة دي عائق بالنسبة للشركات، اللي هي لما بتيجي تهاير حد هي عايزة تفهم هو بيقول لي ايه. طب بالظبط، هو برافو فاهم عليك يا ازاي عبد. يتعامل مع الشخص ده. هو الخواجه بيبقى مبسوط منك جدا. ليه مبسوط منك؟ علشان خاطر انت واحد شاطر في شغلك، مهندس شاطر، تمام، وفي نفس الوقت انت مش مكلفه كتير، لان هو يوم ما يديلك $1000 يعني بالمصري 50,000 جنيه، فانت هتبقى طاير من الفرحه. هو بالنسبه له $1000 دول لو اداهم لواحد امريكي هيبقوا ولا حاجه. هو محتاج يديله مش اقل من 5 6 اضعاف المبلغ في الشهر عشان خاطر يأدي نفس الشغلانه بتاعتك. فبالتالي انت موفر ليه. فهو بالتالي بيبقى عايزك تتعلم لغه، تكون بتتكلم فرنش، تكون بتتكلم اسباني، تكون بتتكلم حاجه تانية، عشان خاطر تقدر ان انت تعمل ايه، تقدر ان انت الخواجه يشغلك بنفس المبلغ اللي احنا اتكلمنا عليه ده، بس لصالح بلاد تانية. ترد على ناس قاعده في اسبانيا، ترد على ناس قاعده في المكسيك، ترد على ناس قاعده في ايطاليا، او في ناس بتبقى قاعده في امريكا وما بتعرفش تتكلم انجلش، بتعرف تتكلم اللغات دي بس. فبالتالي الفرص، احنا بنتكلم كل ده ليه؟ عشان اقول لك ان الناس اللي خريجه اداب وخريجه ألسن بيكونوا محتاجين ان هم يتعلموا تكنولوجي برضه. فعشان الناس اللي خريجه اداب او ألسن دول ومحتاجين يتعلموا تكنولوجي، انا بنصحهم ان بما ان انت ما عندكش باك جراوند عن الكمبيوتر ساينس، كورس سي اس 50 اللي دكتور ديفيد جي مالن عامل له ديزاين، ده انسب حاجه ليك، يعلمك يعني ايه كمبيوتر اصلا. فده بيجيبك من الاول خالص. فكورس سي اس 50 ده بيبقى تقريبا المفروض ان انت تخلصه في خلال 3 شهور، يعني حوالي 90 يوم. فده طويل جدا. كانوا عاملين بقى نسخه منه كده شورتند، اسمها ايه، انتروداكشن تو تكنولوجي، كان اسمه سي اس 50 تي. الاولاني اللي انا كنت بكلمكم عليه هو 3 شهور ده، اسمه سي اس 50 اكس. لكن التاني الشورتند ده اسمه سي اس 50 تي، اللي هو انتروداكشن تو تكنولوجي. فالكورس ده هو كان بقى ايه، 6 موديولز بالظبط. ف6 موديولز احنا في الاي تي اي كنا بنشرحه على 8 محاضرات بالظبط، وكان كافي جدا. يعني كان معايا برضو ستودنتس من الجامعات، يعني كانت المبادره دي كان اسمها تك امباسدرز، اللي هم سفراء التكنولوجيا. كانوا بيستهدفوا فيها الطلبه اللي موجوده في الجامعات، والجامعات بتاعتهم ملهاش علاقه بالتكنولوجيا قوي. طلبه مثلا طب، طلبه طب بتوع جامعه الازهر، طلبه طب بتوع جامعه القاهره، دول مش مطلوب منهم قوي ان هم يكونوا فاهمين كمبيوتر، بس بالنسبه لهم الكورس ده كان اضافه حلوه جدا. طلبه اداب، طلبه تجاره، الحاجات دي كلها بتبقى كويسه ليهم. فالكورس ده على فكره الليكتشرز بتاعته لسه موجوده على اليوتيوب عادي، بس مش هتاخد فيها سيرتيفيكت، لان هم كانوا في هارفرد عاملين حركه برضو لذيذه. كانوا حاطين الامتحان من خلال جوجل فورم. انت بتملى جوجل فورم بالاجابات بتاعتك، والاجابات هم بقى كانوا شاطرين جدا في الموضوع ده بصراحه، ان هو لو انت جبت اي اجابه من على النت بيبقوا عارفين ان انت جبتها من الموقع الفلاني، وبيلغوا لك الامتحان لو انت جبت اجابه من على النت. وتلاقيه وهو بيصحح يحط لك اللينك اللي انت جبت منه الاجابه، من كتر ما هو جامد يعني. كانوا عاملينها ان هي تصحيح يعني انساني 100%. هو ملوش علاقه خالص، مفيش حاجه اسمها اوتو كوركشن ولا اي حاجه من الكلام ده. ففضلوا مكملين في الموضوع ده لحد السنه اللي فاتت. السنه دي مع الاسف وقفوا الكورس وقالوا ان احنا خلاص مش هنقدر نكمل في ان احنا ندي سيرتيفيكتس ونصحح الحاجات بتاعته او كده. بس ستيل لسه الليكتشرز موجوده، 6 محاضرات موجودين على اليوتيوب، وموجودين تقريبا على كام سنه كمان. يعني هو بدأ من 2017 تقريبا لحد 2023. فهتلاقوا الكورس ليه كذا فيرجن اصلا. غير ان انا برضو مسجل لنفسي يعني، وانا بدي الكورس ده اونلاين. ده موجود وده موجود. آم، فده انا شايفه بصراحه هو ده انسب حاجه للناس اللي جايه من باك جراوند غير كمبيوتر ساينس. بعد كده يقدروا بقى ان هم يخشوا على الكلاود بلاتفورم اللي هم هيتعلموها. فهيتعلموا مثلا جوجل كلاود بلاتفورم. هيقدروا ان هم يلاقوا ان في كورس جوجل عاملاه للبيزكس خالص، للناس اللي هي لسه اول مره تشتغل على كلاود، وبتعلمهم بس. وانس ان هو يخلص الحاجه دي من التكنولوجيا اللي هو اتخصص فيها، هيبقى يعني جاهز. وعلى فكره في شركات انا يعني اعرفها بتشغل باول شهاده تاخدها في الكلاود. يعني هو مثلا في اي دبليو اس كلاود براكتيشنر، في ناس بتشغل بيها، يقول لك انت معاك كلاود براكتيشنر تعالى اشغلك، وهو يعلمك بعد كده بقى الشهاده اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. ودي برضو حاجه لازم تبقى واخدها في الاعتبار. مفيش مجال في التكنولوجي او تخصص ما فيهوش تعليم.
يعني انا اتقالت لي كلمه واحنا في الكليه، احنا مجالنا عمل زي الطب. عارف زي ما بتشوف في التلفزيون كده يقول لك الطب بيتقدم. اه، على طول احنا بذاكر. اه انا عايز اقول لك انا النهارده اكتشفت وبقولها للطلبه بتاعتي، احنا اسخن من الطب، يعني احنا انيل من الطب كمان. يعني اه، الطب ممكن ينزل حاجه جديده مره كل سنتين، مره كل 3 سنين، الدواء نزل دواء احدث منه، الجهاز نزل جهاز احدث منه، كل وهكذا. اسبوعين وكل ساعه او كل على احنا حسب. كل ساعه في حاجه جديده بتطلع، فانت لو ما بتتعلمش انت تقف مكانك. وبصراحه بالظبط. انا بقدر، يعني بحب جدا الناس وبابريشيتها اللي بيكون كبار في السن وفي الخبره ويكونوا لسه بيتعلموا. انا عايز اضيف حاجه بالنسبه للكوتش السي اس 50. انا كنت حضرت فعلا الميتنج ده في الاي تي اي، مم. وكانت المسؤوله عنه الباشمهندسه رشا عابدين. مظبوط. الباشمهندسه رشا عابدين هي اللي كانت يعني شارحه كورس سي اس 50 بالعربي على اليوتيوب، شرحها كامل. وهي مظبوط. المانجر بتاعتي في الاي تي اي، ومازن يعني شغال معاها في البروجكت ده. وانا كان قبل ما اروح الجيش يعني. اوكي. اه مظبوط. بس يعني، فانا حبيت بس اوضح للناس لو حد عنده مشكله في اللغه الانجليزيه، فالباشمهندسه رشا عابدين شرح ده على اليوتيوب، فممكن تخش اللي انت تتفرج عليه تفهم بس صح. النولج بتاعي. وهي حد كويس جدا بيشرح يعني. انا ما شفتش ده الكورس بس. حقيقي يا باشمهندسة رشا، طبعا انا بكن لها يعني كل الاحترام والتقدير، وهي فعلا التيم ليدر بتاعتنا في الاي تي اي في التراك ده. وهي اصلا يعني الاي تي اي كانوا فخورين بان هم قدروا ان هم يتواصلوا معاها ويخلوها تشرح الكورس ده معاهم، لان هي اوريدي من قبل ما تنضم للاي تي اي كانت بتشرح الكورس ده على اليوتيوب، على الشانل بتاعتها اللي هي اسمها كود كامبرز. م- آه ف ف فبصراحة لا، يعني هي برضو مهاراتها في الشرح والتبسيط دقيقة جدا. ويعني أنا كنت برضو بشارك الباشمهندسة من شهرين أو 3 شهور تقريبا كده، كانت آخر جروب بنشرح معاهم، فكنت بقول لها أنا بستمتع وأنا بشرح الكورس ده بالذات، بالرغم إن هو فيري بيزك. يعني الكورس ده أنت بتشرحه لناس ما عندهمش خلفية عن الكمبيوتر خالص. الناس الانستراكتورز بيبقوا حاسين باللي انا بقوله ده، بيبقى ليه لذه معينه، وانت ملاحظ كده مع الناس ان هم ما كانوش يعرفوا حاجه عن الكمبيوتر خالص، وبعد كده يبتدي يظهر لهم تساؤلات ويتصوروا هو بيشتغلوا ازاي والدنيا ماشيه معاهم ازاي. ده بيكون ممتع اكتر بكتير جدا من ان انت تكون بتتعامل مع ناس هم نفس البيز بتاعتك او نفس التكنيكال باك جراوند، وتيجي تدي لهم حاجه ادفانس او تدي لهم حاجه زياده. ما بيكونش ممتع قوي للي بيشرح حاجه زي كده، قد ما انت تكون بتغير وجهه نظر حد، او انت بتضيف له حاجه كبيره جدا. فاهم قصدي؟ تمام. انا بس في سؤال كمان عندي. هو دلوقتي انا كشركه شغاله تمام، وبقالي مثلا 5 6 سنين شغالين على السيستم بتاعنا والسيستم بتاعنا بتاع الشركه، وعايز انقل كلاود. مم. ده بيتم مره واحده ولا بيتم على مراحل ولا بيتعمل ازاي؟ مبدئيا هو طالما السيستم موجود والحاجه موجوده، ده بيسهل الدنيا شويه، على عكس ما انت تكون بتعمل سيستم فروم سكراتش. لو بتعمل في السيستم فروم سكراتش هيبقى الموضوع مبهم بالنسبه لك شويه، انت مش عارف ايه الريسورسز اللي انت محتاجها بالظبط. يعني في حاله زي كده احنا كنا بنضطر ان احنا نعمل ايه، بنحط اعلى الريسورسز وبعد كده نبتدي نقلل حبه حبه عشان الكوست. ان هو الكلاود الميزه فيه ان هو انت بتأجر مش بتشتري. فانت لو السيستم بتاعك دلوقتي اوريدي شغال على كمبيوتر بامكانيات معينه، انت عارف مثلا السيستم بتاعك ده بيحتاج 128 جيجا رام، بيحتاج مثلا، احنا طبعا بتبقى ارقام كبيره عشان ده سيستم، ده مش كمبيوتر شخصي. فمحتاج مثلا ستورج 8 تيرا، محتاج مش عارف نتورك ايه، محتاج وهكذا. فانت عارف الامكانيات اللي عندك بالظبط هي بتبقى ايه، الريسورس بتاعتها بتبقى ايه بالظبط. ف فده بيسهل عليك او بيقطع عليك نص الطريق. انت كل اللي محتاجه انك يكون عندك كلاود اركتكت شاطر، يقدر ان هو يعمل لك ديزاين لنفس السيستم بتاعك ده بشكل فيرتشوال على الكلاود تكنولوجي اللي انت عايزها، وتبتدي ترفع البيانات بتاعتك من هنا لهنا، وتنقل الدومين بتاعك من هنا لهنا، وخلاص هيبقى بدل ما هو شغال عندك في الكمبيوتر هو شغال هنا. طبعا الموضوع ده بيتم بس مش مره واحده، لا. يعني انت ممكن انت هتاخد الاول الاثنين يبقوا موجودين، ده يبقى موجود وده موجود، وبعد كده تسويتش من هنا لهنا وتجرب وتلاقي الدنيا شغاله معاك تمام. فالدنيا شغاله معاك تمام خلاص يبقى ستيبل. مش شغاله معاك تمام هترجع على القديم تاني وتعدل، وبعد كده ترجع على الجديد تاني وهكذا. فالموضوع بيحصل على مراحل، ولكن هو بيبقى سهل وبسيط من حيث التفكير. على عكس من ان انت تكون لسه بتانيشيت سيستم فور فيرست تايم، ما تبقاش عارف العدد اللي بيجي لك عامل ازاي. يعني مثلا من الحاجات اللي بتحصل عندنا في الجامعه لحد دلوقتي، ان يجي فتره الامتحانات تلاقي السيستم بيقع. طب ليه؟ عشان طبيعي ان سيستم الجامعه طول السنه ما حدش بيفتحه، الناس بتفتحه في اول السنه تاخد سكرين شوت من جدول المحاضرات بتاعتها و... وخلاص بتقفله.
نادرا لما تلاقي عدد كبير بيفتح الموقع في نفس الوقت. اول لما يتعرف ان جدول الامتحانات نزل، تلاقي الناس كلها دخلت على الايه، على السيستم عشان تعرف جدول الامتحانات بتاعتها ايه. فتلاقي الموقع مش قادر ان هو يلاحق على العدد اللي داخل عليه، فساعتها بيبتدي يقع، بيفصل، او تلاقي في ناس مش عارفه تخش، وممكن من كتر الضغط عليه يروح فاصل على الناس كلها، وتقعد بقى انت ترتره، وبتوع الاي تي بيتسحلوا في الموضوع ده. ف... فهنا الموضوع ما بيبقاش احسن حاجه. لكن لو انت عندك سيستم شغال اوريدي وكل حاجه وعاوز تحوله من هنا، اللي بيبقى كويس. تمام، اوكي. طب انا عايزك يعني توجه نصيحه، احنا اخر سؤال معنا. تمام. ايه، النصيحه اللي تقدر توجهها للطلبه، للناس اللي داخله كلاود، عايزه تتعلموا، اديهم نصيحه يعني. حلو قوي. انا دايما النصيحه اللي بقولها، والكلام ده من قبل ما ابتدي اخش الكلاود، ما تخشش في حاجه انت مش حاسس ان انت مميز فيها. يعني انا بحب اضرب المثال ده من ناحيه الرياضه. مثلا احنا عندنا في مصر هنا مثال واضح جدا، كره القدم هي ابرز واكتر رياضه ليها جمهور في مصر. تمام. مش معنى ان كره القدم هي اعلى رياضه، وهي اكتر رياضه مثلا فيها فلوس وفيها جماهير وفيها كذا، الناس كلها تروح تلعب كوره. ده مش منطقي بالمره. تمام. انت واحد مثلا ربنا كرمك وطولك 2 متر، وفي نفس الوقت عندك سرعه وخفه في الحركه وهكذا، جربت تلعب باسكت قبل ما تلعب كوره؟ لا، ما جربتش. طب ليه لعبت كوره يا حبيبي؟ اصل الكوره فيها جماهير وفيها فلوس وهكذا. ده مش منطقي بالمره ان انت تعمله. انت ممكن تبقى لعيب كوره عادي. يعني ايه لعيب عادي؟ خلي بالك، يعني لعيبه الكوره احنا نعرف منهم النجوم بس. يعني نعرف لعيبه الاهلي، ونعرف لعيبه الزمالك، ونعرف اللعيبه اللي بتتاخد في المنتخب، هم دول اللي نعرفهم. بس هل انت عارف ان في ناس شغلانتها الاساسيه لعب الكوره، بتلعب في الدرجه الثانيه والثالثه، ومرتباتهم ما بتتعداش ال 15 20 الف جنيه في الشهر؟ بتبقى مرتباتها في السنة ضعيفة، بياخد في السنة 100,000 جنيه، 150,000 جنيه في السنة. فتيجي لما تقسمهم على الشهر تلاقيه بياخد 12,000 13,000. ده ليه؟ لأن هو واحد عادي في اللعبة دي، هو مش نجم في اللعبة دي. تمام. بينما ممكن لما تدور في وسط الناس دي تلاقي ان هم لو لعبوا باسكت، او لعبوا هاند بول، او لعبوا سباحه، او لعبوا اي حاجه من الحاجات دي، ممكن يبقى نجم، ممكن يبقى نمبر 1 في اللعبه دي. فلما تبقى نمبر 1 في اللعبه دي، هتلاقي نفسك المرتب اللي انت بتاخده، وبرده المرتب مش هو مقياس النجاح يعني، بس انت ممكن تكون الحاجه اللي انت بتاخدها، او انت تكون نمبر 1 في اللعبه دي، احسن بكتير ما تكون انت نمبر 9 في الكوره، او تكون نمبر 10 في الكوره. فاللي انا عايز اقوله ان المجال بتاع كمبيوتر ساينس او التكنولوجي عموما مجال متفتح وكبير جدا، وعندنا مجالات كتيره جدا، وعندنا حاجات ما بتروحش عليها زي الويب. بغض النظر عن ان الويب ان انا مختلف في نقطه ان هو تكنولوجي، يعني ممكن نقول عليها نيدي. يعني ايه نيدي؟ يعني هي بتحتاج بتحتاج ان انت تكون عارف كذا حاجه، بتحتاج ان انت تكون مطلع، بتحتاج ان انت يكون، لو هتشتغل فرونت اند، انا شايف ان الفرونت اند فيه جزء كبير موهبه، مش مجرد ان انت بس شاطر او بتعرف تكتب سي اس اس وجافا سكريبت. لا، الفرونت اند انا شايف ان هو فيه موهبه، في ناس عندها حس فني تطلع لك. اليوزر ابيليتي طبعا، والالوان واختيارها بالظبط. ودي حاجه، يعني دي حاجه ممكن ناس مجتهده توصل لها باكتساب، وممكن واحد بطبعه ياخد كورس بسيط جدا تلاقيه هو شاطر، هو اللي بيطلع المواقع شكلها حلو وجذاب. ف... ف... فحرام تبقى انت مثلا واحد من ضمن الناس دي وتروح ترمي نفسك في كلاود. انا بقول لك انت ترمي نفسك، اما تروح تعيش مع ارقام، وتعيش مع اركتكتشرز، وتعيش مع الحاجات دي كلها، وانت عندك موهبه في حاجه تانية وانت سايبها لمجرد ان الشغل ده عليه طلب اكتر، يبقى انت غلط، يبقى انت مش صح. فالنصيحه ايه بقى المطلوب اللي انت بتعمله؟ امشي كالاتي. اول حاجه، جرب كل حاجه، امشي بشكل افقي مش راسي. اتعلم شويه بروجرامينج سي بلس بلس. تمام. ربما تبقى شاطر في الامبيدد، الامبيدد بيبقى مطلوب فيها الحاجات دي جدا. تمام. اتعلم شويه بايثون، هتلاقي نفسك بيفتح لك حته الاي اي والماشين ليرنينج، ممكن تبقى شاطر في الحته دي. اتعلم شويه ويب، اعمل ويب سايت بسيط، اشتغل اتش تي ام ال سي اس اس. اتعلم شويه موبايل ابلكيشن. لما بقول الموبايل ابلكيشن، جرب نفسك في الثلاثه، اللي هم الاي او اس، الاندرويد، الكروس بلاتفورم اللي هو حاليا مسيطر عليها الفلاتر. اتعلم الثلاثه، ممكن تلاقي نفسك في حاجه من الثلاثه لقيت نفسك شاطر فيها. اتعلم نتورك، ممكن تبقى شاطر في النتورك بغض النظر عن الكلاود، لان خد بالك مش معنى ظهور ان الكلاود ظهر ان النتورك اتقضى عليه. لا، هو انت كده كده في كل الاحوال. يعني البنوك دي مثلا، البنوك بتستخدم كلاود. على فكره البنوك ممنوع عليها من البنك المركزي المصري ان هي تشيل الداتا بتاعتها بره مصر. فطبعا معظم الكلاود داتا سنترز بره مصر، فبيعملوا ايه؟ لازم يبقى السوليوشن بتاعهم هايبرد.
يبقى في جزء محطوط على الكلاود اللي هو الجزء اللي ما فيهوش بيانات العملاء، وبيانات العملاء متشاله في داتا سنتر هنا في مصر. فبالتالي النتورك انجينيرز ليهم دور كبير جدا في الاول وفي الاخر. حتى لو انت شايل حاجتك كلها على الكلاود، طب ما هو الكلاود ده هيجيت كونكتد للكمبيوترز دي ازاي؟ ما الكمبيوترز دي كلها لازم تتوصل على سويتش، والسويتش ده متوصل على راوتر، والراوتر ده متوصل على الانترنت عشان يكلم الكلاود. فالنتورك انجينيرز دورهم مش هيروح. فانت ممكن تتعلم نتورك، ممكن تبقى شاطر نتورك، ممكن تتعلم. انا كده قلت الحاجات دي كلها. ممكن تبقى تتعلم كلاود، دي حاجه هي 5 ولا 6. فاحنا المجال بتاعنا متفتح جدا، في حاجات كتير قوي. اتعلم كل حاجه، خد عن كل حاجه فكره لغايه ما تلاقي نفسك في حاجه. انا حسيت ان انا شاطر. يعني انا حاجه من الحاجات اللي انا مثلا شايف ان انا ما غلطتش فيها، ان انا رحت اتعلمت اي او اس في 2018. الاي او اس في 2018 كانت تكنولوجي صعبه ومقرفه، وناس كتير قوي يقعد يقول لك دي محتاجه فيرتشوال ماشين ومحتاجه لابتوب قوي جدا، يا اما تشتري ماك اللي هو كان وقتها ب 50,000، دلوقتي كاسر ال 120,000 جنيه. فاحنا الموضوع كان مكلف وكان متعب. بس ليه انا اتعلمت اي او اس، واتعلمت اي او اس من كان دكتور يعني برضو الله يمسيه بالخير، دكتور هيثم الغريب. كان جاي بيدرس لنا في الكليه، وقال لنا انا عايز اعلمكم حاجه مختلفه. الاندرويد قال لنا كده، الاندرويد الريسورسز بتاعته موجوده كتير على النت. وكان ساعتها الفلاتر لسه بيقوم، ما كانش لسه في ناس بتشرح فلاتر اصلا في 2018 يعني. انا اه بدات اتكلم في فلاتر في 2000، ما كانش فيه فعلا في حد، كنت بدات اعمل فلاتر وما كانش فيه فرص كتير فعلا. فقال لنا الاي او اس هو اكتر حاجه يعني ايه ممكن يبقى الريسورسز بتاعتها ضعيفه شويه، او ما فيش ناس كتير بتشرح. انا هشرح لكم اي او اس. هو نقى اكتر حاجه احنا مش هنعرف نتعلمها من بره. فايه راح شرح لنا اي او اس. انا حبيته وقتها، حبيته وعشان حبيته يعني خلاص بقى رحت جبت. كنت ساعتها جايب لابتوب لينوفو، بس كانت امكانياته عاليه شويه. رحت دفعت فيه تقريبا 18,000 جنيه، ونزلت عليه فيرتشوال ماشين ماك او اس، وعملت لها كراك او باتش او حاجه زي كده، وظبطت الدنيا عشان بس اعرف اطلع اول ابلكيشن ليا. وطلعت عليه مشروع التخرج، وتخرجت بالمشروع ده، والدنيا مشيت معايا تمام. وبعد كده حسيت ان انا مش حد مميز في الاي او اس. يعني انا ممكن ابقى اي او اس ديفلوبر عادي، بس في اي او اس ديفلوبرز اشطر مني بكتير بكتير. انا اي او اس ديفلوبر عادي جدا. طب ايه الحاجه اللي انا حسيت ان انا شاطر فيها؟ انا حسيت نفسي ان انا معيد كويس. انا بعرف اشرح، بحب اشرح، ببقى مبسوط جدا لما بحس ان انا ضفت معلومه لحد. فبالتالي رحت، بالرغم بقى ان مرتب المعيد يعني، ودي حاجه ما كسبش منها. مرتب المعيد يعني احنا بنبتدي من 4000 جنيه مرتبنا. فاللي هو اجمد معيد في مصر مثلا ممكن يكون بياخد 9000 جنيه او 10000 جنيه. آه، ده لو هو بيشتغل في جامعه كبيره جدا. لكن انت بتتكلم بقى على الويب ديفلوبر والحاجات اللي انا بشرحها اصلا للناس، مرتباتهم بتبتدي من 15,000 مثلا. فانا رحت اخترت حاجه. انا مش انا عارف ان هي ما فيهاش فلوس كتير. انا عارف ان هي ما فيهاش فلوس كتير، بس انا حاسس ان انا شاطر فيها. دي حاجه انا شاطر فيها وانا كويس فيها. فبالتالي في يوم من الايام انا كان في دماغي كده، في يوم من الايام هقدر ان انا ان شاء الله ابقى دكتور شاطر، ابقى دكتور كويس، ممكن اطلع بره مصر. وسبحان الله يعني شغلانه المعيد دي هي اللي فتحت لي بعد كده ان انا اتعلم كلاود في الماستر. هي اللي فتحت لي بعد كده ان انا، طب انا مش عاوز بس ابقى كلاود من الناحيه الاكاديميك، لا ابقى كلاود كمان من الناحيه البراكتيشنج. فبقيت براكتيشنر بقى بشتغل كلاود. فبعد كده جالي اوفر، فاشتغلت في شركه بجانب ان انا معيد. فهي الدنيا بتمشي كده. كل ده ليه؟ عشان انت بس بتتقي ربنا في شغلك، وبتعمل حاجه انت بتحبها فعلا من جواك. ولما تكون حاجه انت بتحبها مش هتبقى زهقان منها، هيبقى عندك ضمير فيها. يعني بيبقى عندي ضمير في الشرح، ما بيبقاش عايز اخرج حد مش فاهمني. ما بقولش بقى اللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش ما يفهمش. فكل ده بيكون ثوابه عند ربنا، وهو بيرزقك من حيث لا تحتسب فعلا. على عكس انت بتشتغل شغلانه انت مش حاببها، بس انت عارف ان هي في فلوس، فانت داخل وبتاع، هتلاقي نفسك عادي فيها. هتلاقي نفسك غصب عنك ضميرك بيخليك تكروت الشغل، فمش هتتفوق فيها. فهتلاقي نفسك مع الوقت انت واقف مكانك وكل اللي حواليك بيتقدم بس. فتلخيصا للنصيحه الطويله اللي انا قلتها دي، انا طولت عليك جدا النهارده يا عبد الله، وطولت على الناس كلها يعني. توسع افقي على قد ما تقدر، اعرف كل حاجه، والكلام ده اخره سنه او سنتين. بعد السنه او السنتين دي لازم تكون واخد قرار ان في تكنولوجي من الحاجات اللي انت جربتها خلال السنه او السنتين دول، ان انت خلاص حاسس ان هي دي اللي انت مرتاح ليها، وهي دي اللي انت هتكمل فيها. وكمل فيها من غير ما تفكر بقى في الماركت نيد والفلوس الكتير والطلب ومش عارف ايه والكلام ده كله. بص، باختصار، لو انت الاي او اس ديفلوبرز دول عددهم قليل جدا، مرتباتهم هيبقى عاليه جدا عشان هم قليلين. فلو انت حاببها هتبقى شاطر فيها، هيجي لك الشغل لحد عندك. الناس هتدور عليك عشان انت شاطر في الحاجه اللي انت بتعملها، حتى لو هي مش مطلوبه في السوق.
والعكس صحيح. لو الشغلانه دي عليها طلب كبير جدا هتلاقي مرتباتها قليله، كل ما الحاجه بيبقى عليها طلب كتير ففي ناس كتير متعلماها، فبالتالي المرتبات بتاعتها ما بتبقاش اعلى حاجه. تمام. هتلاقي نفسك انت لو انت شاطر برضو هتبان وسط الناس الكتيره دي، فبرضو مرتبك هيبقى ايه اعلى شويه وهتلاقي ناس بتدور عليك. فالحاجه المشتركه ما بين الحاجتين هو ان انت تكون بتعمل حاجه انت بتحبها وحاسس ان انت مميز فيها، فهتبقى مميز فيها فعلا، فهتاخد نظير اجتهادك واختيارك للحاجه دي رغم كل الصعوبات اللي انت هتواجهها في حياتك. انا وبس بس كده. انا عايز اقول لك يعني نقطه كده معينه في الحته بتاع الشغل. بالنسبه للتكنولوجيا او كده، انا يعني كان في شغل معروض عليا ودخلت الانترفيو، التكنيكال انترفيو، كان ميد ليفل، كان المرتب 15,000. امم. شغلانه تانية في شركه تانية جونيور، كان الجوب اوفر كان 35,000. فهي مش على حسب يعني، بالظبط. يعني بتختلف من مكان لمكان، من شركه لشركه، على حسب الشركه دي مثلا شغاله في مصر ولا شغاله بره بالظبط. مصر. وهنا يقول لك برضو بيفرق اللغة، يعني برضو بيفرق اللغة، حاجة من الحاجات اللي الناس بتهملها. ودي برضو كانت نصيحة قالها لنا الانستراكتور بتاعنا دكتور أحمد إلهامي، إن أنت اللغة بتفرقك من في ليفل الشركة. أنت ممكن تبقى سينيور ويب ديفلوبر مثلا بتاخد 20,000 جنيه عشان أنت بتشتغل في مصر، يعني بتشتغل في مصر أنت ما بتعرفش تتكلم غير عربي، فبالتالي بتاخد 20,000 جنيه عشان أنت شغال في شركة مصرية، العملاء اللي بتجي لك مصريين فبيدفعوا لك بالجنيه، فبالنسبة لهم تاخد 20,000 في الشهر، ده أنت هو كتر خيرنا أصلا إن إحنا ندي لك الرقم ده. وممكن تبقى أنت جونيور ويب ديفلوبر بس انت بتعرف تتكلم انجلش، فتروح تشتغل في شركه مالتي ناشونال، فالمالتي ناشونال دول العملاء بتاعتهم مش من مصر، العملاء بتاعتهم من امريكا، من حتت تانية، فالناس دي بتدفع بالدولار. فلما الناس دي تدفع بالدولار لشركتك، الشركه بتاعتك هتعمل حاجه من الاثنين، يا قصدك. هتقبضك بالدولار زي ما هي بتقبض، يا هتقبضك بالمصري بما يوازي رقم حلو جدا بالمصري، فتلاقي نفسك جونيور ويب ديفلوبر بس باخد مثلا 35,000. فاللي هو ايه ده؟ يعني لا، اللغه بتفرق جدا 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 في المجال بتاعنا، عشان هي بتفرق في الشريحه اللي انت بتتعامل معاها من الشركات ومن العملاء. فطبعا انصح برضو الناس كلها خلال ما انت بتنقي التكنولوجي اللي انت هتكمل فيها في السنه سنتين اللي انت هتجرب فيهم كل حاجه، جرب لازم تتعلم جنبيهم. لو الانجليش، لو انت بتعرف تتكلم انجليش حسنه، هات اخره فيه. لو انت اوريدي جامد جدا في الانجليش وبتعرف تتكلم كويس قوي، اتعلم لغة تانية جنبيه برضه هتفيدك، هتفيدك جدا. لو انت بتعرفش تتكلم ولا ده ولا ده واخرك عربي، يبقى لازم تبتدي تتعلم انجليش من النهارده، يعني من النهارده حرفيا. ده هيفرق جدا معاك في مستوى المكان اللي انت هتشتغل فيه. اوكي، شكرا جدا ليك يا باشمهندس مازن على البودكاست العظيم دي، وانا كنت سعيد جدا وانا بسمع نصايحك، وشكرا جدا ليك. شكرا ليك يا عبد الله، والله انا اسعد وانا مبسوط جدا، ويعني يا رب ان شاء الله اي حد يكون بيسمع البودكاست ده يستفيد منه اي حاجه ان شاء الله، لو كانت معلومه صغيره او كلمه صغيره يعني. وان شاء الله يعني نقدر نتقابل في حلقات تانية. ان شاء الله في الحلقات التانية في البودكاست. اوكي، شكرا جدا ليك، واشوفكم الى اللقاء في حلقات اخرى. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا ليك يا عبد الله.